حلقة هادية غالب وأحمد بسام فيها كمية تحليلات للعقد الإنسانية بالكيلو. يعني عن جد الواحد قد ما عمل فيديوهات ما بتخلص من كمية التحليلات اللي فيها. لو خدتوا بالكم من تعامل الاثنين مع بعض بالرفض، أنا بدي أحكي في جزئية الرفض كيف هما الاثنين تعاملوا. أول شيء بدي أحكيه بس قبل كل شيء إنه الشاب عن جد ذكي جدا ومدردح في هالحياة حقيقي، وإنه هادية يعني عن جد هي مشكلتها ما عندها خبرة بالحياة، خبرتها في جزء معين بس نيجي للرفض. لو أخدتوا بالكم لما حكت له أنت تجوزت 3 وخنت وكيف قامت ومشيت، كيف هو نظرته كانت، وبعدها كيف تبدل تعامله معها لوحدة صار بتهمها إنه أنت مش ناضجة وصار بيقلل منها. يعني هو بغض النظر عن هادية برد فعلها السريع، بس هو كمان سلخها على ردها هذا. أما هادية كيف كان رد فعلها على الرفض؟ صارت تتنطط وتهين في رجولته، كلمة استرجل وانت بتسلم علي، في جملة وحركة عن جد كانوا خارجين عن السياق تماما، ويعني كانت عبارة عن تبرير لنفس ومحاولة منها لتقليل من الآخر لمجرد انه رفضها. يعني احنا في الحالتين في اثنين ما تقبلوا الرفض، بس واحد درجة عدم تقبل الرفض كانت أخف من الثاني، بس كان في واحد لعب على وتر على حاجة عندها فعلا وقالها انت مش ناضجة، وهي فعلا مش ناضجة. اما هادية كان رد فعلها انه طعنت برجولته، لا مش عشان هو رفضك فانت تتهمين انه هو مش راجل. يعني هالشي عن جد بيعلمنا انه احنا يا جماعه محتاجين نتقبل الرفض ونتعامل معه انه عادي. يعني شو يعني لما حدا يرفضني؟ يعني عادي، انا شخص مش مناسب له وهو شخص مش مناسبني، وين المعضله في الموضوع؟ ليش الموضوع بيكون هيك حراق يا جماعه؟ ولا انت شو رايكم؟